السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في عالم متواضع. النهاردة هتعيشوا معايا يوم كامل من أيام الشغل. يا رب تكونوا جاهزين للزيت والشحم والجاز وصداع المكن. النهاردة هوريكم الجزء الجد في حياتي. جاهزين؟ يلا بينا. طبعا كل الفولورز بتاع الباشمهندس بسيوني. الله يخليك. احب اعرفكم بجد ان الباشمهندس بسيوني شخص قريب جدا من قلوبنا. شخص اجتماعي سوشيال. تمام. الله يخليك. ليه مميزات كتير وليه عيوب اكتر. الله يعزك. مميزاته ان شخص عارف اهدافه وعارف التارجت بتاعه بيحققه. هنوصل يا دكتور. شايف ان انا هنوصل ان شاء الله باذن الله. وشخص يعني حتى وشه كمان ولون وشه بالذات بيفكرني بشخص عزيز عليا. حاجه عزيزه عليا. ده حاجه عزيزه عليا. انا بحبه بجد وبتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل. الله يخليك. مش عايز تقول لي حاجه يا بلدي؟ انا كل سنه وانت طيب يا باسيو، وانا شرف ليا ان انا معايا واحد كفراوي في البريمه وراجل محترم الناس كلها بتحبه والله. بس انا متضايق قوي ان الدكتور راكب معانا بصراحه. انا متضايق اكتر منك ان انا راكب هو انت كده يعني مستوايا يا ابني. هو كده ده ده اللي حمينا، ده اللي بننام عشان مطمنين علشان هو موجود. لا الدكتور ايمن فعلا في البريمه. تفضلوا عايشين. الدكتور ايمن ان شاء الله يعني مش هيسيبنا لما يجيب لنا الضغط والسكر ان شاء الله. كورونا باذن الله هو ده اللي هيجيب لنا الكورونا. بنتي الحلوه بقت دعمه بقت دعمه. هي دي البريمه يا جماعه من بعيد. الناس دي بتتعب بجد فعلا يا جماعه. الجو النهارده حر وتراب وقرف وصيام. استغفر الله العظيم يا رب. يعني كل ربنا يجعلك ميزان حسنات. اللهم امين يا رب. ورانا شغل حاليا. تعالوا بقى اوريكم الورشه بتاعتي. دي ورشه الميكانيكي يا جماعه. طبعا القفل بتاعنا جامد فشخ، عمره ما بيتفتح بسهوله زي ما انتم شايفين كده. هي الورشه مجهده شويه. اوريكم الفيو. سريعا كده هكلمكم عن نفسي بسرعه. انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس ميكانيكا في شركه حفر. واللي ما يعرفش مجال الحفر هو مجال قاسي جدا. يعني يقال ان الشغلانه دي بتاعت زمان، كانت بتاعت المساجين، لان يعني مرميين في الصحراء مفيش حته تهرب منها. شغل قاسي جدا، شقه وبهدله و12 ساعه في اليوم. فشغل قاسي جدا بس لذيذ. انا مبسوط فيه الحمد لله وربنا راضيني فيه. وبصراحه يعني لو حد عايز يدخل المجال ارشحه له بقوه. يعني المجال مش وحش بس هو قدرات. في ناس بتقدر تستحمل الشغل ده وفي ناس مش بتقدر تستحمل الشغل ده. فما ينفعش نعمم الموضوع ونقول ان هو مجال كله وحش والناس تبعد عنه. فانا شغال في مجال الحفر كمهندس ميكانيكا، صيانه ميكانيكيه بالتحديد. والجوب تايتل بتاعي اسمه ميكانيكي محمد بسيوني الميكانيكي. لما بيعوزوا يندهوا عليا بسيوني الميكانيكي. فهو ده الجوب تايتل بتاعي. فما تتكسفوش لما تسمعوا حد بينده عليا حاليا يقول فين بسيوني الميكانيكي. ايوه انا الميكانيكي. ان هم هيرفعوا الماست
المص ده اللي هو البريمه، ده عمود زي عمود الكهرباء كده طويل قوي، ده بتاع البريمه. دخلوا حاجه اسمها كاري، هوريكم دلوقتي يعني ايه بريمه، وهتشوفوا يعني ايه مص، وهتشوفوا كل حاجه. جاي لك اهو، جاي لك. مين معانا هنا على الدي جي؟ سيد رمضان. احلى كرو حفر في الكوكب. اوه الرئيس محمود المحلي. حلا ايه يا جيمي؟ ايه يا كيمو يا بلدي؟ هنرفع المصل يا كيمو؟ نصور كله، هتبقى دوكيومنتد اليوم كله يا صاحبي. ده بقى قلبي بقى، دي الحته الشمال كده، هي كبيره شويه بس دي الحته الشمال تخينه شويه. 24 مش لابس خوذه ليه؟ مش لابس اهو محمود، مش لابس خوذه يا جماعه، سواء الفرق بتاعنا لابس. عايز ايه؟ حاسس في ناس نفسها تسال انت ليه ما بتقلعش الخوذه دي؟ بصوا يا جماعه، في كلمه هتسمعوها كتير جدا في مجال الصناعه عموما لحد لما هتزهقوا منها. سيفتي فيرست. كل ما تعدي على مهندس سيفتي كده الناس بتقول صباح الخير عادي، وده بيقول لك سيفتي فيرست. طيب ماشي يا مساء الخير يا جماعه، خلي بالك من نفسك. هم مهندسين السيفتي كده طول النهار، سيفتي فيرست سيفتي فيرست، لما بيبقى الواحد عايز يخبطه في نص خصيته. انا مش عارف انتم ملاحظين ولا لا، بس كل حاجه حمراء. لا ما اقصدش، انا اقصد ان كل حاجه لونها احمر، احنا حمر. هما اللي ده علشان ايه؟ بيعمل ماتشنج ما بينك وما بين المكان، بتحس انكم طقمين على بعض، فاهمين؟ فبتحسوا ببعض، بتحسوا بعطاء بعض. محدش يصدق الكلام ده. احنا المطلوب دلوقتي مننا جوبايه ان احنا نشوف الاكيوميليتور. الناس اللي درست هيدروليك، هو ده الاكيوميليتور، بيتشحن نيتروجين علشان يحافظ على البريشر بتاع الهيدروليك اويل. احنا معانا دلوقتي الجيج بتاعنا، وهنطلع نقيس كل دول علشان نتشيك قبل ما نشغل دايره الهيدروليك بتاعت الكوميونتي اللي هي السيفتي بتاعنا، دي اللي بتعمل كنترول على البير. فدي حاجه مهمه جدا، انا مبسوط انكم معايا فيها. جاهزين؟ يلا بينا. ده الاكيوميليتور اللي كنا شغالين عليه، خلصناهم، وفي 8 زيهم في الاخر هناك كده، ودي دايره التحكم بتاعت الهيدروليك بتاعتنا، دي اللي بتتحكم في كل السيفتي بتاع البريمه. كل البير بيتحكم فيه من هنا، حاجه مرعبه. وكده خلاص خلصنا قياسات كل النيتروجين بتاعنا، ودايره الهيدروليك جاهزه تماما ان هي تشتغل، وكل حاجه بيرفكت. انا عايز اوريكم البير، وعايز اوريكم يعني ايه بريمه واقفه، ويعني ايه شكلنا بيبقى عامل ازاي على البير. ولان ناس كتير زي ما انا جيت مش عارفه يعني ايه بريمه بترول. هي البريمه بتاعتنا اي نعم صغيره شويه، 550 هورس باور، بس في بريمه اكبر منها كبير جدا، خصوصا اللي بتبقى في البحر اللي هي الاوفشور وكده. بس احنا بريمتنا ايه؟ صغنطوطه شويه، حاجه كده توك توك كده. فتعالوا اوريكم الماستر وهو واقف، وارتفاعه قد ايه، وشكله عامل ازاي، يلا بينا. هو ده الماست اللي انا بقول لكم عليه. هو بيطول اطول من كده بكتير، بس هو بيتدق جوه بعضه كده، بيدخل جوه بعضه كده، فلما بيتفرد بقى بيبقى طويل خالص اكتر من كده. هي دي الكارية، وهو ده الماست، وهو ده البير البترول اللي بنطلع منه البترول. بس هو لسه ايه، ما خدناش اكسبت على البير، فلسه مقفول. يا ايوه، يا على الحته الظل دي. شويه هوا بقى، شويه طراوه بقى، شويه هوا كده. يعني لسه بادئ اليوم في اول نص ساعه كده من اليوم، خرطوم الديزل ضرب في وشي، غرقني كل دي. الديزل اللي هو الجاز يا جماعه، يعني تخيل انت بتقضي يومك 12 ساعه ريحتك كلها جاز وانت صايم، فتخيل معدتك بقى بتبقى عامله ازاي. ف بيبقى في حاجات رخمه بتيجي تبوظ اليوم، بس بتعرف تعديها، يعني بتعرف تعديها مع الناس الحلوه، بتعرف بشويه ضحك وهزار وبتاع، بتعرف تعديها. ودي ميزه بقى ان الناس اللي تبقى معاك في الشغل ان هي تبقى شبهك، ان هي تبقى هلاسه شبهك، بتضحك وبتهزر وبتاع.
وانت دايما خليك في الشغل للواد العسليه اللي الناس كلها بتحب تقعد معاها، يعني خليك الناس كلها في ضغطه الشغل وصاحبه الشغل بتبقى مخنوقه ومش طايقه حد، فلو كلنا كشرنا في وش بعض هتلاقي الشغل ده بقى اتحول لحاجه جحيم. فخليك دايما انت في الشغل على قد ما تقدر الحاجه الحلوه اللي الناس كلها بتلجأ لها، انت العسليه اللي في الشغل، انت اللي الناس كلها بتحبه وبتحب قعدته. معلش يا جماعه استاذنكم بس ايه، اروح ابص ان في حد دايخ، في حد وقع، اروح اطمن عليه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني. ورجعنا لكم مره تانيه ومفيش حاجه الحمد لله. اطمنا على زميلنا العزيز كحوش وكانت فقره ضحك، مش ما كانش تعبان ولا حاجه، وانا المنظر كان ان واحد ماشي منجزه من وسطه كده، لا داعي لذكر اسمه، سباعي كان ماشي منجزه كده، فانا قلت يا اما تعبان يا دايخ يا بتمرقعه. فهنا المجال حوادثه كتير، فانت بتفضل طول اليوم قلقان مين اتعور مين اتصاب مين حصل له حاجه، فمشهد ما كانش لطيف بصراحه. فروحنا اطمنا على زميلنا العزيز كحوش ورجعنا تاني لمقر القياده بتاعت الكارير. احنا هنا في العربيه في الكابينه بتاعت السواقه، يعني انا ممكن اخد البريمه واتكل على الله امشي دلوقتي عادي. يعني كنا بنقول ايه بقى؟ انا شخصيا مش فاكر احنا كنا بنقول ايه. انا مبسوط بجد انكم بتقضوا معايا اليوم. اي نعم هو مرهق، وكان نفسي مثلا نصور الفيديو ده في الشتاء ولا حاجه، كان هيبقى الموضوع الطف بكتير من الحر ده. يعني الافرول لوحده بيعمل حساسيه، عارف مع الجاز مع العرق تشك فتلاقي ايه حبوب طلعت في اماكن غريبه. يعني لا داعي لذكر الاماكن دي، بس هي بتطلع في اماكن غريبه كده وتلاقيك ماشي عامل زي المسلوقين ومش عارف تقعد. حتى هتلاقوني دايما قاعد على الفخده اليمين كده، ما تلاقينيش عارف اسند على الشمال بسبب ان في حاجات مش لطيفه بتظهر في اماكن مش لطيفه برضه. حملت خلاص؟ حملنا خلاص، اطلع يلا طب. دفعت الكارتة؟ دفعتها كله تمام يعني؟ تمام. احمل 4 ورا؟ 8. 8؟ قلت لهم الاجره كام؟ 2.5. 2.5؟ مش اتفقنا على 3؟ معلش عشان خاطرك بس المره دي. توكلنا على الله. شغلانه تاثر العمر وتجيب الفقر. طب انا راضي ذمتك يا حمدي، يعني معلش ده منظر يتصور. انت عايز تزيد عايز نقف سنين يعني وكده؟ ليه يا حمدي؟ انا مش بصورك على فكره، انت متنح كده ليه؟ بتضحك كده ليه يا سيمي؟ استنى كده اقول لك ايه يا جماعه ده صاحبنا كحوش اللي كان من شويه كان هيموت. انا يا عم انا شايفه دلوقتي سباعي منجزه من وسطه. بص ايه هو بيصورك. تعالى يا كالح، تعالى هنتصور قبل الفطار. انا مش هصورك فيديو. يا جيمي. تعالى يا جيمي، تعالى صح، قول لي كلمه حلوه يا جيمي. لا مش الدرجات دي يعني. لا قول لي كلمه حلوه. والله العظيم احلى شخصيه في البريمه 24. الله يخليك. اطيب قلب. الله يخليك. الحته الحمراء بتاعتي شايفني فين كمان 5 سنين بس بامانه وحياه عيالك ان شاء الله في السعوديه بتعمل عمره كمان 5 سنين. تعالوا نروح لباقي الكرو. ان شاء الله شايفك كده باذن الله انت احسن من هنا بكتير اهو. وان شاء الله محمد كمال هيغمى عليه يعني النهارده. في وكاله ناسا الله راجل يعني بروفيشنال كده ان شاء الله. ربنا ييسر لك الحال كده وان شاء الله يحقق لك كل اللي انت عايزه. ان شاء الله يا ابني باذن الله تبقى في احلى مكان انت بتتمناه بصراحه. على الكراون يا ابني عشان بصراحه في اعلى مكان على الكراون. استنى عشان محمود رايح جايب الفورك عايز يتصور. اهو يا محمود جبناك يا اهو يا محمود. البط بقى. اليوم خلص يا جماعه. لذيذ والله. يلا قول باي. قول باي وافرد وشك. مش عامل يا ابني مش قادر. يلا يا بلدي. مالك؟ احلى يوم مع بنتي بسيونة حبيب قلبي. يلا بينا يا صاحبي. هو راجع في اخر يوم بقى كانه طالع من شكمان عربيه. اخيرا السرير. الحمد لله. ياه يلا
نتشطب بقى ونرجع لكم تاني. البني ادم بعد لما بيستحمى بيبقى حاجه جديده، والجديد شديد. المهم قبل ما نروح نفطر عشان خلاص ما عادش حاجه الاذان، عايز اتكلم معاكم في حاجه اخيره ننهي بيها الفيديو. لان بصراحه بعد الفطار انا ببقى مفخد ومبعرفش اخد نفسي حتى، فعايز اتكلم معاكم فيها دلوقتي. الشغل يا جماعه بيعلمنا حاجات كتير جدا غير الحاجات التكنيكال اللي هو بقى حاجات المهنه والخبرات بتاعه المهنه، سواء انت مهندس او دكتور او ايا كان الشغلانه اللي بتشتغلها. بيعلمنا حاجات حياتيه كتير جدا. انا عن نفسي اتعلمت واكتشفت حاجات عن نفسي انا ما كنتش عارف ان انا اعملها. عمري في يوم من الايام ما كنت اتخيل ان انا اقدر اصبر على حياه زي دي، ما بين زيت وشحم، ويعني انضف حالاتي ببقى غاسل ايدي وجسمي بالديزل بالجاز. فانا ما كنتش متخيل نفسي ان انا اعرف اصبر على حاجه زي كده. فكل يوم عن يوم بتكتشف حاجه جديده عن نفسك، وبتكتشف قدرات جديده في شخصيتك انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجه. الخلاصه واللي عايز اقوله ان مهما كان شغلك صعب حاول تتبسط بيه، حاول تعيش بفكره ان انت بتعمل الحاجة اللي ربنا خلقك علشانها. اصلا انت بتعمر في الارض، انت شغال وماشي تعمر في الارض، فعيش بنفسية واحد معمر في الارض. ايا كان الشغلانة دي بقى، معظم الناس بتشتغل الشغلانات اللي مش بتحبها بس بتصبر عليها. بس لو عايشت بالنفسية دي اللي هو انا بعمر في الارض، ولما اقابل ربنا في الاخره بقول له انا عملت اللي انت بعتيني علشانه او اللي انت خلقتيني علشانه، هبقى عايش مبسوط وهبقى عايش ببسط طول الوقت في الشغل ومع زمايلي في الشغل وبره الشغل. هعيش بنفسيه سامحه. بلاش فكره ان انت بتشتغل علشان الفلوس وبس، علشان لو فكرت انك انت بتشتغل مقابل مادي بس هتلاقي الموضوع بقى خنيق شويه، وبتستحمل وبتيجي على نفسك الشغل اللي انت مش طايقه، ولا تبقى لا طايق زمايلك ولا طايق ناس في الشارع ولا طايق حد من اهلك، وهتبقى ماشي الحياه كلها هتبقى بايظه في بايظه، وعمرك هيضيع وانت ما اتبسطتش فيه. فحاولوا تتبسطوا في الشغل ايا كانت شغلانتكم ايه، حاولوا تبسطوا نفسكم في الشغل. احنا بنعيش مره واحده. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيديو دوت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، كل الحاجات الكتيره اللي الناس بتطلبها دي، علشان ده اول فيديو يتعمل لليوتيوب. فحاولوا تشجعوني وتسبورت الفيديو دوت باللايك وبالشير وبالحاجات دي. ويلا بينا علشان الاذان بره بيأذن، يلا نروح نفطر. سلام. يمي يمي.